مرحبا. مهرجان تركيب واحد من أغرب المهرجانات الفنية في العراق، وغرابته تجي من معالجات الأفكار الموجودة بالأعمال الفنية داخل هذا المهرجان. في قاعة كولبنكيان للفنون تقام الدورة العاشرة من تركيب. تعالوا ويانا نستمتع سويا بما موجود داخل هذا المهرجان. يلا. الاختيار مال المكان كان انه هاي القاعة أسست كمتحف للفن الحديث بالستينات، في انتقاله من الفن الأكاديمي الكلاسيكي إلى الحداثة، جواد سليم والفاق حسن والرواد المحدثين. فمن خلال مراجعة مهرجانات تركيب العشرة تقدر تاخذ فكرة كاملة عن شنو صار تغيرات خلال هاي العشر سنوات بالعراق. عملي هو هذا أول عمل من سلسلة أعمال دا أشتغل على الأسلحة المحرمة دولياً. هذا السلاح الأول هو القنابل العنقودية، هو عبارة عن صاروخ بداخله قنابل صغيرة. هذا الصاروخ ينطلق من الطيارة أو من الراجمة وينفتح بالجو، تطلع هاي القنابل الصغيرة تغطي مساحة تقريباً 4 ملاعب مال طوبة. شكل القنابل الصغيرة حلو، فهو كاتشي للأطفال أو جذب النظر للأطفال يلعبون بيهن، تنفجر حتى وراء عشرات السنين. منها جتي فكرة إنه الصاروخ اللي أنا اشتغلته خليت بداخله بالونات بيض نفاخات. مشاركتي أنا يعني كل سنة دا أشارك بتركيب، وعبرت بهذا العمل عن دور المرأة العراقية بالمجتمع. استخدمت به الفقرات اللي هي دائما أنا أرسمها بلوحاتي، واختصرت شوية، خليت المهندسة أو أكو فقر رسمت كتاب اللي هو يمثل المعلمة أو الكاتبة أو الشاعرة، واستخدمت هم خليت فقر للفن، خليت باليته يعني الفنانة بصورة عامة. وعندنا المهندسة، عندنا الطبيبة والمحامية أو القضاة. الفن المعاصر والتطور بعرض الأعمال الفنية غالباً ما يحتاج إلى تقنيات حديثة، وهذا ما لاحظناه في بعض الأعمال في تركيب عشرة. اليوم هذا العمل اللي عندي أنا مشارك به هو عمل ديجيتال آرت خلال تقنية الواقع المعزز. طبعاً هاي التقنية هي تمكن الفنان إنه يوصل أفكار، يعني أفكار ما بعد اللوحة. فهي اللوحة تحولت من مجرد صورة ثنائية الأبعاد إلى عمل ثلاثي الأبعاد يتحدث وممكن يكون أنيميشن به. اليوم هذا العمل اللي أنا شاركت به هو يتحدث عن أشباح قادمة من بعد مختلف. هاي الأشباح احنا ما نقدر نشوفها بهذا الواقع مالتنا أو البعد مالتنا، فلهذا يظهرون بهذا الشكل ثنائي الأبعاد. بس من خلال الواقع المعزز اللي هو يعتبر بعد حلقة الوصل بيننا وبينهم، راح نقدر نكتشف إنه هاي الأشكال هي بالواقع هي مخلوقات حية. أنا اللومة الجمال ما حعرف شنو هو القبح، واللومة النور ما حعرف شنو هو الظلام، واللومة الخير ما حعرف شنو الشر. العمل يحكي عن يمثل المكعب، هو العالم اللي نعيش به، وكل هاي الكلمات هي مشاعرنا وعواطفنا وأحاسيسنا. فبهالحالة إحنا اللي دا نمثل العالم. فأكو تناقض دا يصير إنه أكو شيء يحاول يطلع للخارج وإحنا من نكبته ونحجمه، فدا يصير مثل التناقض أو مثل الصراع، لأن إحنا نخاف من الصورة اللي راح يطلع بيها، ونخاف من شكله هو شلون راح يطلع، بأي طريقة راح يطلع. ممكن يكون مشوه، ممكن ما يكون بالشكل اللي إحنا نريده. فنتيجة عن هذا ممكن مرات ما نطلع، بس إحنا ما نعرف حقيقة هو بأي صورة حيكون من حيطلع. استخدمت بهذا العمل مادة البلكسي جلاس اللي هي ما تكون زجاج ولا ألمنيوم، هي عبارة عن بلاستيك خلينا نقول أو زجاج مطاوع، وبالوسط خلينا ضوء اللي هو التنكستن،
بلونه الأصفر، ويكون يعني بس من الأسفل، هذا هو اللي يؤدي إنه تطلع الظلال بكل مكان. أفكار معاصرة وشباب يحاولون أن يصنعون رؤية جديدة للفن في بغداد، عام عن عام يبتكرون طرق حديثة لعرض أعمالهم الفنية، إضافة إلى إيصال رسائل اجتماعية عديدة. لهنا تكون خلصت رحلتنا في تركيب بنسخته 10، وهي عودة للزملاء بالاستوديو. في مالله.